الخير. بصوا بقى، اللهم بارك، عملت ايه؟ صينيه محشي يا جماعه. مش صينيه، عملت حله محشي، بس في حله تانية صغنونه قلنا نسيبها لتاني يوم. عملنا بقى ما شاء الله الصينيه الصغيره دي. بصي كده، الوايت صوص اللي هو بينزل من الصلصه بقى والتوابل والكلام ده كله مع الماجي مع الميه او الشوربه. انا بسويه بميه عادي، ما عنديش شوربه بسوي بميه واحط الماجي مع التوابل مع الطماطم مع قطعت فيه طماطم وفلفل كده. بصي كده اللهم بارك. هي يا جماعه بصي بقى، اللهم بارك، كمان صينيه فراخ يا جماعه اهي. جيبي الفرخه قطعتها، بجيبها مثلا 2 كيلو، هتجيبها كيلو ونص، يعني على حسب امكانياتك هاتي. انا بجيبها كبيره شويه لان ساعات بيبقوا سايلينها ميه وملح والكلام الفاضي ده كله، فبجيبها كبيره عشان ما تكش شويه، لان ساعات بتكش، بجيبها كده بتكش. فايه، وقطعتها وتبلتها وسبتها قبليها بيوم يا جماعه. حلوه جدا. بس ما حطيت معاها الليمون، الليمون يفضل ممكن تحطيه مثلا في تاني يوم، مثلا لو هتدخليها تاني يوم. لو هتحطيها في نفس اليوم هيمرر معاكي سنه. وانا بقول لك ايه الصراحه عشان تبقى ايه، حاجه تعرفيها، لان انا بتبل معاكم كتير. فبقول لكم ايه العيوب وايه المميزات ان تتبلي. بعد ما تتبلي يا جماعه، لو نفس اليوم او في نفس حاجه، حطي ليمون عادي. لو مش هتعمليها في نفس اليوم، حطي ليمون تاني يوم. حلو جدا. هو الليمون كده كده بيديها طعم وتست حلو، بس الليمون ممرر سنه معاها. لو باتت ما باتتش زي الفل. تمام كده. لازم ايه اديكي ايه المعلومه دقيقه عشان ايه تعمليش. بصي بقى، اللهم بارك يا جماعه. طبعا حله المحشي رهيبه رهيبه رهيبه، مع الخلطه مع البصل مع الجزر مع الصلصه طماطم. بصي، وطبعا انا نزلت لكم التسبيكه كذا مره والخلطه كذا مره، فطبعا هتلاقيها على الصفحه كتير. يعني المحشي ده كتير، بس احنا كان اليومين دول بقى من قبل ما نسافر بقى لنا فتره كبيره ما كناش عاملين محشي. تمام كده بقى. النهارده اول يوم بقى نعمل محشي، وقلنا بقى ايه يعني بقى لنا كتير كتير. بصي، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. حلوه قوي، ريحته حلوه قوي مع النعناع يا جماعه. انا كنت جايبه